بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أهالي بابل الكرام، إلى ذوي الشهداء، إلى الأيتام، إلى الأرامل والأمهات والآباء، إلى الشيبة والفقراء من أهلنا، إلى الشرفاء وأصحاب الضمير الحي أينما كانوا، أحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان. يا أهالي الحلة الكرام، تدعوكم منسقية بابل للحراك المدني المستقل للخروج في تظاهرة جماهيرية سلمية حاشدة، أكرر سلمية حاشدة، في يوم السبت المصادف 14/3/2015 الساعة 9 صباحا، وتبدأ من تحت مجسر الحرية عند تقاطع بغداد كربلاء، متوجهة إلى مجلس محافظة بابل، وذلك تنفيذا لمقررات مؤتمر واسط المنعقد بتاريخ 17/1/2015، والذي تضمن اتفاق جميع تنسيقيات العراق على الخروج في تظاهرة سلمية جماهيرية، أكرر سلمية جماهيرية حاشدة، من أجل محاربة الفساد بكل أشكاله. لذا ندعوكم يا أهلنا في بابل للمشاركة الفاعلة والجادة، ولنكون يدا واحدة لمحاربة الفساد الذي بات ينخر في جسد الشعب ويستبيح كافة حرماته دون خوف أو حياء. فأما كفانا تنظيرا وانتقادا لأصنام ليس لها ضمير ولا تعرف إلا نهب خيرات هذا البلد وزهق أرواح أبنائه. لماذا لا نتوحد على كلمة سواء، كلمة الحق التي نزهق بها الباطل؟ لماذا لا نتوحد ونتفق على طرد الفاسدين وخاصة السياسيين منهم؟ ماذا تنتظرون أكثر؟ ماذا تنتظرون؟ يوما سيفرضون الضرائب على صبركم وسكوتكم. المعجزة لن تتحقق ما دمتم ساكتين وخاضعين. وتذكروا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد تسبب الفساد في قطع رواتبكم، موت أبنائكم، تشريد عوائلكم، عوزكم وفقركم، وكل ذلك بسبب ثلة من اللصوص والأحزاب سياسيي الصدفة الذين وصلوا إلى مناصبهم بالاحتيال والنصب والكذب والرشوة. خدعوكم باسم الدين والسياسة. أفلا يستحق كل ذلك منكم أن تهبوا وتغيروا بأيديكم هؤلاء السراق والقتلة، وأن تطالبوا بمحاكمتهم ومحاسبتهم؟ إننا في تنسيقية بابل كلنا أمل وثقة بكم أيها الغيارى، في أنكم ستقفون معنا من أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل انتزاع حقوقنا المسلوبة، ونعدكم بأننا مستمرون من أجل تصحيح المسار. ولتعلموا أن مطالبنا كلها مشروعة وسننتصر بها بكم إن شاء الله، والله ولي التوفيق. تنسيقية بابل للحراك المدني مستمرون من أجل تصحيح المسار في 28/2/2015. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.